يا مساء الفل. هنعمل مع بعض النهاردة طريقة عمل العيش باللحمة بطريقة بسيطة وسهلة وأطعم من المحلات بإذن الله. وكمان العجينة هتبقى اقتصادية مش مكلفة خالص. يلا مع بعض نشوف المقادير عبارة عن إيه. معايا كيلو دقيق منخول، كيلو لحمة مفرومة، 3 فصوص توم مفرومين، معلقة صغيرة خميرة فورية، معلقة صغيرة سكر، معلقتين كبار زيت، معلقتين صغيرين ملح، معلقة صغيرة شطة، ربع معلقة فلفل اسود، معلقة صغيرة بهارات لحمة، بصلتين وسط، 2 فلفل اخضر عايزاها الوان مفيش مشكلة، وطماطماية شايلة منها البذر والمية والحاجات اللي فيها، ونص ربطة خضرة مجمعة فيها شبت وكزبرة وبقدونس. اول حاجة هنعملها هجيب بولة وانزل باللحمة بتاعتي. بعد كده انزل بالبصل والفلفل والطماطم والخضرة. بصلتين وسط، معايا 2 فلفل اخضر، طماطمايه شايلة منها القلب بتاعها والبذر والمية والحاجات اللي فيها، وشبت وكزبرة وبقدونس، نص ربطة. هنزل الكمية كلها بالشكل ده. بعد كده البهارات، فلفل اسود وبهارات اللحم، والملح، الشطة عايزة تستغني عنها مفيش مشكلة، ومعايا 3 فصوص توم مفرومين. الزيت والسكر والخميرة دول العجينة. كده احنا نزلنا المكونات كلها. هعجن بقى المكونات دي كلها مع بعض. الريحة تحفة، بصل مع خضرة مع فلفل مع البهارات، والله تحفة. جربوها بالطريقة ديت مش هتندموا خالص. افضلوا عجنوا فيها كويس قوي لحد ما توصل معاكم للقوام ده. بتحسوا كده وانتوا بتعجنوا ان كل حاجة دخلت في بعضها كده تبقى تمام. كده اتعجنت معايا وبقت زي الفل. بعدها احطها في التلاجة لحد ما اعجن العجينة. تمام. معايا كيلو دقيق، معلقة صغيرة ملح، معلقة صغيرة خميرة، معلقتين زيت، معلقة صغيرة سكر، والمية الدافية معايا. هخلي الزيت على جنب دلوقتي. انزل بالسكر، الخميرة، الملح، وبعدها المية الدافية. المية تكون دافية بسيط عشان الخميرة ما تموتش معايا، يعني ما تكونش سخنة قوي. ابتدي اعجن كويس قوي فيها. انا عايزة العجينة معايا تكون بتلزق بسيط. لسه عايزة شوية مية انزل لها لحد ما اوصل للعجينة اللي انتوا شايفينها دي. يا دوب حاجة بسيطة كده بتلزق. شايفينها في صوابعي بتبقى عاملة ازاي؟ حاجة بسيطة خالص.
حتى تحس برضو ان هي لسه ماسكة في البولة. انا عايزاها بالشكل ده. انزل لها يدوب شوية زيت صغيرين، العجينة ما بقتش تمسك في ايدي دلوقتي عشان الزيت. تمام. اسيبها بقى لحد ما تخمر ويتضاعف حجمها. اغطيها بالاسترتش او بكيس نايلون واغطيها بفوطة. واول ما يتضاعف حجمها ابتدي اشتغل على طول لحد ما تبقى معايا بالشكل ده. هعمل ايه؟ هجيب صينية وابتدي ارشها بالدقيق، زي ما انتوا شايفين كده، واقسم العجينة لقطع كلها متساوية. اوريكم كده كام قطعة بشكلها ازاي، على قد ما اقدر اخليها كلها متساوية. حسيت ان العجينة بتلزق في ايدي شوية، ابتدي ارش رشة دقيق خفيفة قوي على ايدي، شوية صغيرين قوي. دي كده حجم العجينة اللي انا عايزاه. شايفينها عاملة ازاي؟ اخد واحدة كمان، ابتدي الفها بالشكل ده، واسويها كويس قوي من تحت، والفها كده وابتدي ارصها. هخلص باقي العجينة مع نفسي وارجع لكم. كده عملت معايا كمية العجين دي بالشكل ده، كلهم تقريبا متساويين. بعد كده هبتدي اجيب شوية دقيق وارشها كده على الرخامة، بالشكل ده. واخد اول قطعة ارشها رشة دقيق من فوق ومن تحت طبعا، وابتدي ان انا افردها بالنشابة كويس قوي. لزقت معايا برش شوية دقيق تاني. تمام. وافرد الرغيف بالشكل ده، وابتدي اخد قطعة لحمة زي ما احنا شايفين كده مع بعض، وابتدي افردها واسويها. واهم حاجة ابعد عن الحروف عشان وانا بقفل ملاقيش العجينة بتطلع مني من الرغيف. هوريكم دلوقتي ازاي. كده انا سويتها كويس قوي. ابتدي بقى اجيب الحرف بتاع العجينة واضمه على الحرف التاني بالشكل ده. فاكرين تقفيلة السمبوسك؟ فاكرينها؟ هتبقى نفس التقفيلة بالظبط. أأكد عليها كده بس الأول. بعد كده أبتدي أضم الحروف على بعض بالشكل ده. سهلة خالص مش صعبة.
شايفينها عاملة ازاي؟ وبتدي شكل حلو برضو في الاخر. القفلة دي بتبقى جامدة برضو على عجينة حلوة اوي. يا ريت اللي متفرجش لسه على السمبوسك يتفرج عليها، هتعجبكم اوي. بالشكل ده كده اكون خلصت اول رغيف. ابتدي اجيب صينية وادهنها دهنة زيت، دهنة خفيفة مش كتير. بس كده، وابتدي ارص الرغيف معايا. طالع معايا بالشكل ده. مخدش ثواني في قفلته وفي فردته وفي حشو اللحمة فيه، حاجة سريعة كده وبسيطة. نعمل واحد كمان مع بعض. ارش رشة دقيق. فهمتوا بقى ان احنا ليه ما بنكترش الدقيق في الاول؟ عشان لو كنا ادينا له الدقيق مظبوط في الاول ودلوقتي رشينا رشة دقيق تاني هتلاقيها نشفت معايا. فاحنا مش عايزين كده، احنا عايزين نديها الدقيق بتاعها المظبوط. تمام. منكترش الدقيق في العجين نفسه واحنا بنعجنها، نديها سنة طراوة كده بسيطة. احس ان هي بتلزق في ايدي يبقى هي كده زي الفل، بس تلزيقة خفيفة. تمام. عشان لما اجي ازود لها دقيق دلوقتي كده زي ما احنا بنعمل ما تنشفش معايا قوي، بتبقى فيها لسه تحس ان هي محتاجة دقيق. فاهمني؟ ابتدي افرد بالشكل ده. اظبطها واسويها من الحراف كده معايا زي الفل. ابتدي اخد قطعة لحمة واوزعها كويس قوي. والحتة اللي مش حاسة ان فيها لحمة كويس ابتدي ان انا احط لها. وبايدي كده وبساوي اي حتة حاسة ان لسه ما فيهاش لحمة بحط لها وابعد عن الحراف. هقفل بالشكل ده. واسويها كويس قوي. وابتدي اقفل بقى. التقفيل بتاعها سهل مش صعب. حاولي بس فيها كده وانت هتلاقيها جاية معاكي. هعدله بس كده عشان اعرف اكمل قفله. وكده معايا تاني رغيف خلاص. ارص الرغيف في الصينية. يكون معايا بالشكل ده. هعمل معاكم اخر واحد. اخد قطعة عجينة وارش دقيق من فوق ومن تحت وبالنشابة وافردها. العجينة طرية معايا وزي الفل.
ابتدي اظبطها. اوريكم دلوقتي سمك العجينة بتاعها بتبقى عاملة ازاي. عايزاها اطهر من كده طخني عادي، مفيش مشكلة، انتي براحتك. بصوا شايفينها، ده سمك العجينة. هجيب قطعة لحمة وافردها على الرغيف، اوزعها كويس قوي واسويها واقفل الرغيف واسوي بس الحراف، اهم حاجة. واقفل كويس قوي. كده يكون معاكم اخر رغيف. وانا هكمل الباقي مع نفسي. ابتدي ارصه في الصينية جنبهم بالشكل ده. بعد كده هبتدي اعمل ايه؟ هجيب صفار بيضة وشوية خل وابتدي ان انا ادهن وشهم. معايا صفار بيضة ومعلقة خل او معلقتين خل، واقلبهم كويس قوي. الخل عشان زفرة الصفار نفسه. عايزة تستغني عن الخطوة دي خالص وتدخلي العيش زي ما هو كده، تمام، مفيش مشكلة. وابتدي امشي بالفرشة كده بالشكل ده. ادهنها بالراحة وابتدي ادهن باقي العجين بالشكل ده. وبعد كده ارشها بسمسم وحبة البركة. عشان تثبت معايا لازم الصفار الاول. وبعد ما خلصت السمسم وحبة البركة ابتدي على طول ادخلها الفرن على الارضية على طول. مجرد ما تتشمع معايا من تحت ابتدي انقلها للرف اللي فوقيها على طول. تمام، دي خطوة مهمة قوي في الارضية من تحت. وبعد كده ابتدي احطها على الشبكة من فوق، ما سيبهاش لحد ما تتحرق، لا، مجرد ما تتشمع بس ابتدي انقلها على الرف اللي فوق زي ما اتفقنا. هي بتاخد حوالي دقيقتين 3 مش اكتر. شايفين بتبقى عاملة معايا ازاي؟ عشان ينفخ معايا الرغيف بالشكل ده. شايفين طالع منفوخه زي الفل ازاي؟ بسبب ان انا حطيته على الارضية شوية. وبعد كده مجرد ما تشمع معايا ابتدي احطه على الارفف اللي فوق. الكمية كلها هبتدي اعملها بالشكل ده. شايفين الصينية دي كمان انا كنت حطاها في الارضية، يا دوب مجرد ما اتشمعت معايا نقلتها على طول على الشبكة اللي فوقيها. وبتبتدي تنفخ معايا لحد ما توصل معايا للون ده وبالشكل ده. ايه رأيكم في شكله؟ وده رغيف انا عملته كامل، بيتقسم على 4 أرباع لفرد
ويتقدم بالشكل ده. وده العيش اللي احنا عملناه مع بعض، شكله تحفة، طعمه تحفة، حبكوا تجربوه، واتمنى ان انتوا تجربوه وتقولوا لي رأيكم في الكومنتات، ايه رأيكم فيه. وصحة وعافية للي يجربها، واتمنى اللي لسه ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. وسلام.